والحقيقه يعني في ذاك الوقت كانت طلبات كثيره عليا، وصح من كل الفريق اللي نحكمه يصعد كاين حتى فرق كيما شبيبه بجايه لقيتهم كلاسيه 13 وصعدت بها في القسم الوطني الاول. هذه الحلقة برعاية ديليس. هو عبد الكريم الأطرش يعني هو من سكان مدينة القل. بديت ممارسة كرة القدم في سن 17 سنة 16 سنة ونص. بديت ديريكتومون في لاكاتيجوري جونيور. أنا كنت نقرأ، كنت في القراية ممتاز. اتصلوا بيا باش نكون حارس مرمى، ولما هبطت صبحت وليت الريكونفيرسيون تاع ديفونسور. هو تدريب صدفة لما أنا كنت كما قلت لك كنت في الدراسة إنسان ناجب وممتاز، ولما انتقلت لكرة القدم يعني سقطت المستوى. وحنعطيك يعني هذه حتى البروفيسور نتاعنا نتاع المات مسيو طومبي، هو قاوري من فرنسي، اتصل بالاب. يعني بكري لي بروفيسور يقدروا يتصلوا بالاباء وقالوا الولد نتاعك النتائج نتاعو تدهورت شويه. انا كذبت عليه قلت له كنت مريض وكاع، ولكن هو لما رحت لعبت في الوفاق وفي بيريود قليله يعني تري رابيدمون صبحت مع لي سينيور. يعني الافكار والتفكير نتاعي كان للفريق. يعني بعد في سن 20 سنه كانت دوره تكوينيه نتاع مدربي كره القدم. اول بروميير بروموسيون نتاع كره القدم مدربين في عيون الترك. رحت درت ستاج كونكور نجحت، ومن تم يعني جات حب العشق لكرة القدم خلتني نروح ندير الكونكور هذاك، ودرت نتاع تكنيسيان سوبر دو سبور. لا هو من ناسيونال دو ناسيونال اي. نعم يعني هي كي جات فتره وين وصلت انا يعني عدت نملك يعني الادوات نتاع القسم الوطني الثاني، الادوات اللي تخليك يعني دير مشوار. كنا ندير كانت عندي بعض اللاعبين كنت منين نروح نديهم يعني واحد 6 لاعبين. انا نظن في ذيك يعني قدرت كانت عندي شويه نسبق الزملاء المدربين. انا كانت عندي درايه بالقسم الوطني الثاني، والحقيقه يعني في ذاك الوقت كانت طلبات كثيره عليا، وصح من كل الفريق اللي نحكمه يصعد. كاين حتى فرق كيما شبيبه بجايه لقيتهم كلاسيه 13 وصعدت بها في القسم الوطني الاول. هو الحق النادي اللي رجعت له بليزيور فوا يعني هما زوج، شبيبه بجايه وشبيبه سكيكدا. يعني زوج فرق هذو اللي دربتهم اكثر من مره. وانا نظن الفريق اللي لقيت معاه الراحه يعني هو شبيبه بجايه، لان شبيبه بجايه مش من ناحيه ولكن كانت عندهم امكانيات، وكان فريق بدا الاحتراف قدام الفرق الاخرى، وتخدم في راحه مع لي فرير تياب اللي ماتوا الله ربي يرحمهم يعني. وسيت اون ايكيب اللي لقيت فيها شويه الراحه، ولكن في الفرق الكل كانت عندي راحه يعني. وكانت عندي يعني اتصالات مع الاداره ولا مع الانصار، ولا كانت اتصالات ممتازه جدا. هو باش ما نحدك على المقابله مع شبيبه القبائل، هي لازم نرجعوا شويه للوراء، لان في الفريق هذا الوقت هذاك يعني نعطي لك سر كبير. اول مقابله اللي لعبناها مقابله صعيبه وقريب خسرنا فيها ضد سوناترو سكيكدا، فريق نتاع لوزين نتاع سكيكدا. رحنا حتى الوقت الاضافي وسجل سعيد بالعشيه الهدف نتاعو في 4 مينوت دلافا. وانا في ديك الوقت في لاميطون خرجت لان شويه عيان، وكانت عندي في ديك استدعاء من الفريق الوطني يعني بالسبت الروح. ومن بعد الفريق هذاك حنا تكوننا ومع مرور الوقت ولات لنا نروح للمجموعه والكاس ولات مليحه. نظن مع شبيبه القبائل اللي هو نكذبوا على بعضنا، كان فريق يفقنا من الامكانيات. وكي تشوف يعني على حساب المقابله ما ديناش مقابله كبيره، احنا دينا من الناحيه الدفاعيه، ولكن شبيبه القبائل كان ربما اكثر يستاهل الفوز. ولكن مع الاخر مع مجريات المقابله انا نقول الحاكم في ديك لاكار ربي يرحمه، هو قدام الهدف كانت فيها مخالفه، كان من الاجدر انه يصفرها. وانا نظن حتى في ديك كنا نستناو باش بوتشيشا يدخل يرومبلاسي لامين بغلول. يا مونك دو كونسونطراسيون تاع اللاعبين في الوقت هذاك سجلنا الهدف، ولكن كنا رحنا لي بينالتي كنا نديوها. لا هو وفاق الكل سيت ان بروبليم دارجون دو موان فينونسي كذب عليك، لان في الكل كانوا ديزيزيون هنا دوك ما بقاش. حتى كنقولوا رجال الاعمال ما كانش في الكل ياسر، وما عندهمش ميول لكره القدم. انا نظن اول شيء هو سيت ان بروبليم فينونسي.
ثاني شيء في القل ما يخفالكش باللي اشاك فوا ليكسبورت دي جوار برا، يعني كاين لاعبين يعني يلعبوا خارج مدينه القل، كون كانت الامكانيات نقدروا نرجعوهم لهنا. وثالث شيء هو نظن الاداره اللي تيجي شويه تكون عندها نقص الخبره. نقص الخبره هذاك اشاك فوا بدل الاداره ما يخليوهاش دير 3 ولا 4 مع بعض. انا نظن حتى السلطات نعطيك سر، كان لقاء انا صدفه مع السيد والي ولايه كذا السيد قروف في تمالوس. هو تاثر ما قاليش القوي وفاق القل، قال لي ويكافس يعني يهضرها بالاسم التاريخي نتاعها. دونك لازم على السلطات يعني يتجندوا باش ينحيوا هذاك الكونت اللي مبلوكي باش يقدروا تقدر الناس من بعد تقدر تمشي في لو بلون فينونسي. لا هو كاين لاعبين اللي ربما اللي ما لحقناش عليهم بزاف، ولكن انا عندي جينيراسيون شويه من البريمير ديفيزيون كنت نشوف هما كاينين في الحق. كاين 3 لاعبين، ولكن سعيد بوربيع، شريف عزون، وعبد العزيز قشير. ولكن يعني الحقيقه تقال، عبد العزيز قشير بالنسبه لي هو احسن لاعب في تاريخ مدينه القل. وكان ربما يعني كانت كون ما زربش روحو راح سنيه في شباباتنا وراح سنيه في فريق كبير، كان يروح ربما يصبح مع الكوطه الفوقانيه نتاع لي 4 ميور جوار دو تو لي طون في الجزائر. ولكن لا هو انا تكلمت عليها في عده حصص يعني في التلفزيون الجزائري في بعض القنوات، لان دوك رانا نبريكولي وبرك كل ما دير البريكولي الترقيع هذا ما لازم تحبس البطوله الوطنيه، يعني تكون هي 2 تحبس تولي شامبيون بلون، يعني تتجدد من الناحيه الذهنيه نتاع المناصر نتاع اللاعبين نتاع المدربين، ومن بعد تقدر تعاود تكوين من جديد تعطي تكوين اخر، ومن بعد تولي يعني دير صرامه في التسيير وكاع. لان دوك الفريق اللي يحكموا يخليك ملايير عليه ولي زيكيب كولونديتي، دونك ما بقاش الفريق راك تشوف اكتويلمون دي كراف وكذا. انا نظن هذا هو الشيء كذا اللي ما يديروش والله ما تنجح ما كانش امبوسيبل. هو التكامل يكذب عليك، هو لازم تكون عندك الحاجه الاولى تكون عندك اداره قويه، لان لما تكون عندك اداره قويه دير انتدابات قويه، انتدابات لاعبين ومدرب. وحنا المدرب ما نقدروش نجيبوه بالبروفيل، لازم انت يكون بار اكزومبل نعطيك مثال مولوديه الجزائر لازمها مدرب بروفيل وحده، يعني كاريزما وحده نتاع اتحاد العاصمه كيف نتاع وفاق القل كيف، يعني البروفيل نتاع المدرب احنا نجيبوه برك. والمدرب دور كيفاش ينتدب، تكون عندك علاقه مع لي جورناليست مع بعض المناجيره ويبداو يهولوا لك هذاك ويجيبوه. وكاين مدربين ملاح ما راهمش يشتغلوا، وكاين مدربين اللي ما عندهم حتى نيفو راهم يشتغلوا. القل هي باش يكون التاريخ مدينه كبيره ومدينه عريقه، ولكن لما نشوفوا دوك التدهورات كثير يعني راه في انحطاط كبير من كل النواحي. والعينه الكبيره الفريق نتاع كره القدم، لان فريق وفاق القل هو اللي يقدر يجيب لوتيل نتاع بوغاروني، هو اللي يقدر يجيب الطريق هذه لاروت اللي عاودوا بناوها. يعني وفاق القل قدم وزاد سمعه كبيره للقل. ولكن لما دوك تشوف اول بلاد ولا اول مدينه اللي عندها سياحه كبيره، لما تشوف الناس يجيوها عندها سياحه جبليه مائيه، عندها لي موان باش تكون اون كروند فيل توريستيك. ولكن راح دونك نتمنى انا من السلطات العليا للبلاد موش هذا القل ما راهيش ولايه امبوسيبل، ما راهيش ولايه منتدى امبوسيبل، سي لون دي بليز اونسيان دايره ما كانش. ولكن حتى الناس نتاع القل يسالوا فيها، لان الناس نتاع القل خاصه نظن لازم ينخرطوا في مجموعات. حتى في البلديه لازم يجيو ناس دي جون مثقفين يحكموا البلديه ويديروا افكار كبيره ويقدروا يعطوا مشروع. وحتى من عندكم انتم كما درتها في التلفزيون الاخرى يناشدوا الرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون باش القل تكون ولايه. انا نقول لك اذا القل ما كانتش ولايه نقدروا ندعيو لها بالخير. والله هو بمناسبه شهر رمضان الكريم انا نظن ان شاء الله يجيبوا علينا باليمن وديرنا يعني وفقنا ربي ويوفق القل هذه كمدينه وكسكان في باش تتطور المدينه، وان شاء الله تولي ولايه ولا ولايه منتدبه، والسكان تاعها ان شاء الله الازدهار وربي يوفقنا يعني اللي ما فيه الخير والبركه ان شاء الله.